صباح الفل على كل هواة العصافير وكل محبين تربية العصافير. أحلى مسا عليكم وتحياتي ليكم يا جدعان من عندي من هنا. الفيديو دوت طلع أشكر فيه إخواتي وحبايبي والناس اللي متابعاني والناس اللي بتعمل لايك والناس اللي بتشاهد الفيديو. أحلى إخوات في الدنيا. طلع أشكركم. يعني مش عارف أوصل لكم اللي عندي ليكم إيه. والله العظيم أنتوا أحلى إخوات فعلا في الدنيا. وطلع أشكر الناس اللي كلمتني في التليفون، اللي هي قالت لي احنا كان عندنا العصافير مش شغاله من ساعه ما تابعناك، العصافير بدات تشتغل من ساعه ما عملنا الخلطه اللي انت قلت لنا عليها، العصافير بدات تنتج بيض، الدنيا بدات تشتغل، الكلام ده كله بدا يتظبط عندهم. طبعا تحياتي ليكم يا جدعان. دي معلومات بسيطه صغيره انا بعرفها بطلع اعرضها عليك، انت بتجربها عندك بتنفع عندك. انا زي ما قلت لك في الحمام في العصافير اعتبرني يا عم مبتدئ، اعتبرني مبتدئ، والحاجات اللي انا بعملها عندي اعملها عندك ان شاء الله هتجيب نتيجه. طبعا في ناس كتير جدا جدا كلمتني بتشكرني بتقول لي احنا كان عندنا، بصوا خدتوا بالكم دي ما كانتش بتخش البياضه، الكوكتيل ما كانش بيخش البياضه، الحمد لله رب العالمين بدات تخش البياضه وتطلع. هدينا لهم المكان، امنا عليهم الدنيا، خلاص هو بقى حس ان ده بيته. العصفور بالذات يا جماعه عشان يشتغل عندك كويس وعشان يفرخ وعشان يجيب بيض لازم يحس المكان بتاعه فيه امان، لازم يحس البيئه اللي هو عايش فيها يكون مطمن، يكون قاعد انت مهيئ له الدنيا بمعنى اصح. وانا الكلام ده كله اتكلمت فيه في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا الكلام كتر والكلام زاد عن الناس اللي هي عندها عصافير مش شغاله، عندها عصافير زهقت منها، عندها عصافير مش بتنتج. عملت لكم خلطه وقلت لك جربها عندك ان شاء الله هتشتغل عندك وهيبيض وهيبقى زي الفل. طبعا الحمد لله رب العالمين من ساعه ما جربت الموضوع ده عندي، انا عندي فيه قص 2 3 4 حصوا وبقوا كويسين وزي الفل، وناس عندها عصافير ما اشتغلتش من سنين والحمد لله رب العالمين اشتغلت. هيئ الدنيا، ظبط الكلام، شوف هو ناقصه ايه واديهوله، الحاجه اللي هي ناقصاها العصفور اديهوله واعملها له. انت بتربي، انت راجل غاوي، انت راجل يعني حابب الحاجه ديت، اخدمها. وطول ما انت هتخدمها طول ما انت هتلاقي من وراها، طول ما انت هتخدمها طول ما انت هتمسك يعني بيض وهتمسك زغاليل وهتمسك فروخ وهتمسك انتاج. حاجات سهله جدا يا جدعان وبسيطه. هعيد لكم برده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، هعيد لكم الكلفه اللي انا بقدمها للعصافير عامله ازاي، ومعاها معلومتين زياده لاحلى اخوات في الدنيا. بصوا يا رجاله، طبعا الكلفه اللي احنا عملناها قبل كده خلصت اهي زي ما حضراتكم شايفين، خلصت خالص تمام اهي. النهارده جايبين لكم بقى حاجه ثانيه، يعني على قد ايه، على قد الناس المبتدئه اللي هي قالت لي لا انت عملت الفيديو ده كان كبير او كان كلفه كانت محتوياتها او حاجاتها كتير، فاحنا عايزين على قد مثلا عصافير قليله، مش عايزين نعمل لعصافير كتير. طيب بص يا كبير، يعني حاجات سهله اهي وحاجات بسيطه. بص سيبك من اللي اتعمل قبل كده، خلاص اللي اتعمل، احنا هنتكلم في الجديد وهنتكلم في المفيد. الناس اللي زهقت من الانتاج وزهقت من الكلام ده كله تركز معايا قوي في النقطه دي. بص يا باشا انا جبت ايه للعصافير. طبعا دي مش هتكلفك شيء، الحاجه دي مش هتكلفك شيء. جرب اعمل كلفه شبه كده، جرب اعمل الاكل بتاعهم شبه كده، وان شاء الله بامر الله ربنا هيكرمك فيهم احلى كرم. بص يا كبير، ده كده كيلو بلكم، كيلو بلكم، كيلو ونص بلكم، معلش انا اسف، كيلو ونص بلكم، تمن فلارس، تمن دنيبه، وقلبناهم على بعض زي ما انت شايف كده اهو. تمام، ده منظرهم بعد ما تقلبوا. طيب ايه اللي هتضيفوا عليهم او ايه اللي انت هتعمله عليهم هقول لك دلوقتي واحده واحده، بس انت ركز معايا. بص يا باشا، الكيس ده انا قلت لك اتكلمت عليه قبل كده اكتر من مره. الكيس دوت اهو زي ما حضرتك شايف. بص الكيس ده عامل ازاي، بص فيه ايه، في محار بحر، في صوديوم، في كالسيوم، في مغنيسيوم، في بذور طاقه، بذر جرجير، بذر كتان، بذر فجل، تمام، شوفان. الحاجات دي كلها العصافير بتستفاد منها، الحاجات دي كلها العصفور بيحبها، فانا هقدمها له في الكلفه زي ما انتم شايفين اهو. بدانا ان احنا نحطها له في الكلفه زي ما انتم شايفين ونقلب كويس كده اهو. تمام، ونجيب له شويه تاني. طيب في ناس هتقول لي الحاجه دي لازمتها ايه او الحاجه دي احنا هنحطها ليه في الكلفه. بص يا باشا، دلوقتي بعد القلش بتلاقي العصافير بتبيض معاك مثلا بيض برشت، بتلاقي العصافير بيض، يعني ايه بيض برشت؟ يعني بيض طري. النتايه متعوده ان هي تبيض لك 5 بيضات اللي هي بيض 3 بيضات بس. فاحنا اللي احنا عملناه ده كله هنا البذور والتحجيق
والاحماض الامينيه والكلام ده كله هيظبط معاك الدنيا ويظبط معاك الكلام. وزي ما حضرتك شايف الانتاج عندي عامل ازاي، الحمد لله رب العالمين، ده كرم من عند ربنا سبحان الله وتعالى. طيب ده كده بالنسبه للاكل. طب بالنسبه للميه ايه؟ هقول لك برضو بالنسبه للميه ايه، بس ركز معايا واحده واحده. بص يا باشا، هنجيب هنا مثلا اهو، عندنا عصافير هنا ايه، بسم الله ما شاء الله اهو. الاكل بتاعهم طبعا بتاخد الاكله من عندهم عادي، ما فيهاش اي مشكله، وتبدا تنفخ كده تطلع اللي هو القشر بتاعه. تمام. طبعا اي غاوي بيعمل الكلام ده كله. بص يا باشا كده انت بتقدم كلفه نضيفه، بتقدم حاجه نضيفه لعصافيرك بالنسبه للاكل. وبالنسبه للميه برضه هقول لك تعمل ايه. تمام. دول كده خلاص يترموا وتحط شويه اكل غيرهم زي ما انت شايف اهو. طبعا معلومات سهله ومعلومات بسيطه بتفيد المبتدئ وبتفيد اللي حابب يربي وحابب يعني بمعنى اصح ربنا يكرمه في طيوره. انت كده كده بتجيب اكل، كده كده بتجيب له اكل، فمش هيجرى حاجه لما تزود شويه بذور، تزود شويه تحديق. الكلام ده سهل يا جدعان وبسيط، بس ربنا بيكرمك من وراهم كرم. يعني انا مجرب، بيقول لك اسال مجرب، انا مجرب وقلت لك جرب انت كمان. يعني انا مش بجبرك انك انت تعمل شبهي، لا، قلت لك جرب انت كمان الكلام اللي احنا بنعمله دوت. دول عايزين نفخ اهو. زي ما انتم شايفين اهو، بننفخ الاكل اللي هو بايظ او القشر نطلعه بره ونقدم له اكل جديد، نقدم له حاجه نضيفه كده، بحيث الاكل طول ما هو نضيف قدام العصافير او قدام الفيشر او قدام الكوكوتيل الانتاج بتاعه بيبقى كويس. الانتاج بتاعه بيبقى كويس. يبقى لازم تهتم بالاكل قبل اي شيء. تمام. ده كده بالنسبه للاكل. طيب بالنسبه للميه هنعمل ايه؟ ركز معايا وهقول لك هنعمل للميه ايه. نكمل بس تاكيل وهقول لك تعمل في الميه ايه. طبعا الحاجات اللي انت بتعملها في الميه دي مهمه، بترفع المناعه، بتزود الخصوبه عند العصفور، بتخليه صحته بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. يلا بينا اهو. طبعا انت في سلكتك بتبقى انت القائد بتاعها، انت اللي بتشوف ده محتاج ايه، ده ناقصه ايه، وبتبدا انك انت تقدمه له وتبدا انك انت تعمله له. تمام يا رجاله اهو. بص ما خدناش 10 دقايق مع بعضينا وقدمنا اكل للعصافير كلها. طيب هنا في برضو الزبرة نفس الكلام، بنتعامل معاه برضو نفس التعامل. ركز بقى في الكلمتين دول كده هندردش فيهم سوا مع بعضينا. العصفور مناعته ضعيفة. يعني ايه مناعته ضعيفة؟ يعني ممكن اي شوية برد يجوا يأثروا فيه، ممكن اي شوية اي مرض عامة بيكون في الجو عشان هو ما عندوش مناعة فبيضره في ساعتها. طب ما احنا في ايدينا ان نظبط الكلام ده كله. طيب قول لنا حاجه مفيده ممكن نقدمها للعصفور نحافظ عليه ونحافظ على انتاجه ونحافظ على صحته. ركز معايا يا باشا في الكلمتين دول، والله كلمتين زي العسل. والنتايه اللي هنا كمان شكلها بايظ يا جماعه. طبعا اهو الكلام قدامكم، ما بنجيبش حاجه من عندنا، الكلام بيبقى قدامكم. طبعا نجيب العصافير الهدايا ديت اهو، دي عصافير الشباب دي هدايا يا جماعه. هنبدا برضو نفس الكلام، نقدم لهم وجبه الفطار بتاعتهم. طيب ده كده بالنسبه للاكل. بالنسبه للميه ايه؟ بص يا كبير، بالنسبه للميه في حاجه اسمها هاء سيلينيوم. الهاء سيلينيوم اللي هو المستورد، الهاء سيلينيوم اللي هو الحاجه الكويسه دي. لو قدمتها للعصفور صح حافظت على انتاج، حافظت على بيض، حافظت على زغاليل، حافظت على فروخ، رفعت مناعته. طيب بتقدمه ازاي للعصافير؟ او هو شكله ايه يا باشا؟ هو شكله اهو زي ما حضرتك شايف اهو. تمام. بتجيب عندك مثلا انت مثلا كل واحد ليه طريقه في غيته، او كل واحد ليه طريقه في المكان اللي هو بيربي فيه. انا مثلا لما باجي اقدم ميه ببقى مالي ازازه ميه وببدا ان انا اقدم ميه كده. طيب ده بيبقى عباره يوم عن يوم. يعني ايه يوم عن يوم؟
يوم بعمل كده ويوم بلم المسائل دي كلها اغسلها بميه سخنه. بص يا باشا السيلينيوم اهو، هنحط 1 2 3 4 5، هنحطه 5 نقط بس. تمام؟ في كل مسقه كده هنحطه 5 نقط. طيب نرجع لموضوع غسيل المسائل. غسيل المسائل ده مهم جدا يا شباب. غسيل المسقه ده بميه سخنه مهم جدا جدا جدا. لازم تعملها على الاقل، انا بعملها مثلا مره كل يومين. في ناس بتعملها في ناس بتعملها كل يوم. يعني في ناس موجوده معانا هنا هتقول لي طب ما احنا بنعملها كل يوم. عادي يا باشا، عادي. دي نظافه ان انت تحافظ على شيورك، دي نظافه ان انت تحافظ على انتاجك، دي نظافه ليك وللمكان، ليك وللمكان. طبعا احنا مربين العصافير دي عشان خاطر اخواتي وحبايبي المبتدئين الصغيرين، وزي ما وعدتكم ان احنا طالعين بنتكلم في حق العصافير او في حق البغبغانات عامه، من اول الاسترالي، الزبرة، الفيشر، الكلام ده كله. قلنا الانتاج بتاعه دوت هنقدمه هدايا لاخواتنا وحبايبنا اللي موجودين معانا. طبعا العصافير بسم الله ما شاء الله لو انت اهتميت بيها الصح هتعرف تمسك من وراها انتاج كويس جدا. زي ما انتم شايفين احنا في خلال شهر مسكنا منهم انتاج كويس. بدأنا ان احنا نوزعه، كان فيه الجو كان وحش وما قدرناش ننزلوا السوق، لفينا على الناس في البيوت، بدأنا ان احنا نديهم عصافيرهم لحد عندهم. طبعا والله بتبقى يعني بيبقى يوم حلو، بيبقى يوم جميل لما بلف على الناس كده وادي لكل واحد هديته. تمام يا رجاله؟ يعني الواحد مش قادر يوصف لكم الفرحه اللي بيبقى فيها وهو معاكم. تمام يا شباب؟ اهو انا عايز كل واحد عايز يغوى. يعني انا لو هين عليا كل واحد ناقصه حاجه اروح لحد عنده اكملها له. والله انا عايز كل واحد يبقى فهمان، مش عايز حد يضحك عليه. لما تيجي تشتري عصافير، تيجي تشتري اي حاجه، مش عايز يضحك عليك، لازم تكون مفتح. انت يبقى ليك وجهه نظر كده انك تمسك الفرد او تمسك العصفور، تعرف ان هو تعبان، تعرف ان هو عنده برد. الكلام ده كله هنعمله واحده واحده مع بعضينا. مش هسيبك ان شاء الله بامر الله بدون مقاطعه لما تكون غاوي فهمان. محدش يعرف يشتغلك. في ناس بتنقي اللي هم الاطفال المبتدئين، فاهمني؟ ما عندهاش ضمير. بمعنى اصح ناس ما عندهاش ضمير، تبيع الذكر على اساس نتايه وتبيع النتايه على اساس ذكر وهكذا. وطول ما الدنيا شغاله هم برضه شغالين يضحكوا على ايه؟ على اخواتنا المبتدئين. طبعا انا مش لما كنت لسه مبتدئ صغير اتضحك عليا كتير وما اتعلمتش الا لما اتضحك عليا مره واثنين وثلاثه. تمام؟ فنصيحه لكل واحد كبير، كل واحد بيفهم، لما يشتري منك حد مبتدئ اعتبره ابنك، اعتبره ابنك، قول له ده الصح وده الغلط. مش هتخسر حاجه والله، مش هتخسر حاجه. وانت لو عايز تبيع مثلا عصفور مثلا مش عارف تبيعه، ما ينفعش تضحك على شاب صغير تقول له ده نتايه وهو ذكر، والعكس برضه بتبقى حرام انك تعمل كده يعني. فاهم؟ لسه في انتاج هيطلع معانا ان شاء الله، واحنا بننقي الناس اللي تكسب معانا من القناه. الناس اللي بتعلق، الناس اللي بتعمل لايك، هي اللي بتكون معانا في القناه وبتكسب. ما بنجيبش حد من بره يكسب، يعني انتوا اصحاب القناه بمعنى اصح. بصوا يا جدعان، دردشنا مع بعضينا شويه، قدمنا اكل العصافير كلها، قدمنا ميه للعصافير كلها، عملنا معاهم الصح زي ما انتوا شايفين اهو. رفعنا مناعتهم، طبعا جميل جدا 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 في رفع المناعه السيلينيوم. السيلينيوم ده شباب ممتاز جدا في رفع المناعه، استخدمه عندك والله هتدعي لي. وان شاء الله بامر الله لسه في فيديوهات جميله، لسه في فيديوهات حلوه للناس المبتدئه، الناس اللي حابه تفهم، ولسه في هدايا اكتر واكتر لاحلى اخوات في الدنيا. بس انا في كل فيديو جديد مع احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباحكم زي